السنابل البيضاء في الرز بتاعك، هل وجود السنابل البيضاء في الرز بتاعك دليل اكيد يخليك تتاكد وتجزم ان الاصابه اللي عندك دي اصابه بالثقبات او دوده القصب الكبيره او الدواره، ولا ممكن يكون في اصابه تانية بتيجي للرز بتخلي برضه يظهر الاصابه بتاعته، العرض بتاع الاصابه يكون سنابل بيضاء برضه غير الدواره. اهلا بيك عزيزي المشاهد في فيديو جديد من مبيد ومفيد مع اخوك سالم القطعاني. لفحة الرز. اللفحة في الرز بتصيب الرز في درجات الحرارة العالية والارتفاع النسبي للرطوبة، زي ما واضح قدامك في الصورة. برضو انا بتعمد اجيب لك صورة عشان يعني احاول اوصل الرسالة او اوصل لك العرض. يعني انا عايزك تبقى عارف ايه اللي فرضك، يبقى انت كل اللي هتخسره انك هتجيب الدواء وترش. ان كنت بتستفاد مني فادعي لي دعوة حلوة، او على الاقل استغفر او صلي على النبي. خليني اكمل لك بقى العرض. زي ما هو قدامك كده في الصورة، هتلاقي ناس تانية بتقول عليه خناق الرز. هتلاقي من هنا كده بدأ يحصل معاك عرض، من هنا كده من عند السبلة، من هنا بالمسافة دي حصل خناق كده معاك. الخناق ده منع العصارة بتاعت المية انها تتحرك عشان تنقل الغذاء للسبلة، عشان السبلة تبدأ تكمل الدور بتاعها او الاطوار بتاعتها من تلقيح، من طور عجيني، من اكتمال عملية الحبوب، اكتمال الحبوب في السبلة. فهتلاقي العرض ده جاب لك برضه سنابل بيضاء. فممكن لازم نركزوا دي ليا وليك ولغيرك، يعني للمزارع وغير المزارع. هتلاقي سبلة بيضة، لكن ان شدتها مش هتتشد معاك بسهولة، مش هتتشد معاك بسهولة زي ما تشد بسهولة ظاهرة القلب الميت في الدوارة. هتلاقي هنا الدوارة، مش هتلاقي هنا اي خناق. الاصابة هتلاقي السبلة بيضة برضو في اللفحة او خناق الرز، بس هتلاقي هنا حتة سودة منعت العصارة انها تمشي هنا لهنا. الرش ان انا برضو اختار تقاوي مظبوطة انزلها الارض بتاعتي من الاول. انا يعني ايه، يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فقط ادعوا لنا دعوة كويسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.